إذا كنت تعاني من مشكلة مقاومة الأنسولين فقطع النشويات بشكل تام مو هو الحل الوحيد للتخلص من هذه المشكلة. أكيد سألت نفسك إنه بعد قضاء سن الأربعين، بعد عمر الأربعين، لاحظت من إنه هناك زيادة بالوزن وعدم انتظام سكر الدم مع إنك ملتزم بنفس العادات. فالأمر مزعج جدا. حتى مع الالتزام بنظام غذائي هدفه نزول الوزن والتحكم بمستويات سكر الدم فراح تلاحظ النتائج أبطأ من العمر اللي هو عمر العشرينات والثلاثينات. والسبب واضح جدا انه مع تقدم السن راح تقل كفاءة وعدد الميتوكوندريا وهي بيت الطاقة. فالدراسات واضحة جدا وبينت من انه الاشخاص مع تقدم السن راح تقل من كفاءة وعدد الميتوكوندريا بنسبة قد تصل حتى 40%. هذا يعني الميتوكوندريا الموجودة داخل خلايا الجسم اللي راح تستخدم المغذيات وإنتاج الطاقة منها راح تقل كفاءتها بشكل كبير. والميتوكوندريا بكل اختصار هي عضيات موجودة داخل كل خلية موجودة داخل الجسم، ووظيفتها الأساسية هي باستخدام المغذيات القادمة من الوجبة وإنتاج الطاقة منها سواء الدهون أو النشويات والسكريات. فإذا قلت كفاءة عمل الميتوكوندريا داخل خلايا الجسم بكذا الجسم راح يقل بشكل كبير من التعامل مع المغذيات القادمة بالوجبة من دهون ونشويات وحتى فيتامينات ومعادن. هذا الشيء راح يزيد العرضة من الإصابة بزيادة الوزن وتكدس الدهون المخزنة داخل الجسم. أيضا عندما تكون كفاءة الميتوكوندريا منخفضة بكذا راح يقل التعامل مع السكريات والنشويات، فبكذا راح يكون هناك ارتفاع بمستويات سكر الدم والإصابة بالسكري. والعكس إذا حافظنا على كفاءة وعدد الميتوكوندريا مع تقدم السن بكذا راح نحافظ بشكل كبير على انتظام سكر الدم ضمن المعدل الطبيعي واستخدامها كطاقة حتى وإن كنا ملتزمين بأنظمة غذائية تسمح لنا بتناول النشويات والسكريات. أيضا راح تقل الفرصة من تحويل السعرات الحرارية القادمة من الغذاء على هيئة دهون مخزنة ومتكدسة داخل الجسم. فعشان نحقق أهدافنا بنزول الوزن والتحكم بمستويات سكر الدم مثل ما كنا نحققها في أيام العشرينات والثلاثينات، اللي علينا أنه نلتزم بعادات صحية راح تساعدنا على الحفاظ بشكل كبير على عدد وكفاءة الميتوكوندريا. الشخص اللي يعاني من مقاومة الأنسولين راح يعاني من مشكلتين. المشكلة الأولى إنه خلايا الجسم مثل الخلايا العضلية والخلايا العصبية ما راح تستجيب لنداء الأنسولين، فبكذا راح يقل بشكل كبير من إدخال المغذيات الموجودة بالوجبة من فيتامينات ومعادن وأحماض دهنية وأحماض أمينية داخل الخلايا. والمشكلة الثانية لمقاومة الأنسولين حتى مع إدخال المغذيات داخل الخلايا ما راح تكون هناك مصانع لإنتاج الطاقة وهي الميتوكوندريا، أو إنها تكون معطوبة ومتضررة مع تقدم السن. بكذا خلايا الجسم مثل الخلايا العضلية تكون غير قادرة على التعامل معها واستخدامها كطاقة. فمن الطرق اللي راح تساعد على زيادة كفاءة وتنشيط الميتوكوندريا وعملها بشكل طبيعي قدر الإمكان مع تقدم السن رقم 1 الصيام. فالصيام من الأدوات الفعالة جدا لتنشيط عملية الميتوكوندريا داخل خلايا الجسم. فالصيام راح تساعد بشكل كبير على زيادة عدد الميتوكوندريا، أيضا راح تساعد في نفس الوقت على التخلص من الميتوكوندريا أو بيت الطاقة المعطوبة والمتضررة مع تقدم السن بفعل التوتر، بفعل المخلفات الأيضية، وإنتاج ميتوكوندريا جديدة قادرة على التعامل مع المغذيات القادمة من الوجبة بشكل أفضل. ومن أشكال الصيام اللي هو الصيام الإسلامي، أو إنك تتخطى وجبة الإفطار، أو إنك تتخطى وجبة العشاء، أو إنك تطبق نظام الوجبة الواحدة. فمثلا إنه يكون هناك يوم أو يومين بالأسبوع تتناول فيها وجبة واحدة فقط، وباقي أيام الأسبوع ممكن زيادة عدد الوجبات، والمهم أكيد طبعا إنها تكون أكلات ووجبات صحية. والطريقة الثانية اللي راح تحافظ لنا على كفاءة الميتوكوندريا بعد سن 40 هي بالحفاظ على الكتلة العضلية قدر الإمكان. لو لاحظت من إنه الليفة العضلية لونها أحمر، هذا اللون قادم من زيادة إرواء الدم، أيضا قادمة من زيادة عدد الميتوكوندريا. فالليفة العضلية أو الخلية العضلية من أكثر خلايا الجسم التي تحتوي على الميتوكوندريا، فمهم جدا زيادة الكتلة العضلية، فبكذا راح نزيد من عدد الميتوكوندريا الموجودة داخل الجسم. وإذا زدنا من عدد وكفاءة الميتوكوندريا بكذا نكون قادرين
قادرين على التعامل مع السعرات القادمة من الغذاء بشكل أفضل حتى وإن كانت تحتوي على النشويات والسكريات. فمهم جدا أنك تحافظ على الكتلة العضلية عن طريق مثلا ممارسة التمارين الرياضية مثل تمارين المقاومة. فعادي جدا ممكن ممارسة تمارين المقاومة حتى بالمنزل وعلى وزن الجسم. أيضا تمارين الكارديو اللي راح تزيد من ضربات القلب مثل الهرولة والجري السريع، هذه كلها راح تساعد أيضا على زيادة الكتلة العضلية والحفاظ على كفاءة الميتوكوندريا. ولأفضل نتيجة حاول أنك تدمج بين تمارين المقاومة وبين تمارين الكارديو في نفس الوقت. فمثلا يكون هناك 2 أو 3 أيام بالأسبوع تمارس فيها تمارين المقاومة، ويكون هناك مثلا 2 بالأسبوع تمارس فيها تمارين الكارديو مثل الهرولة. الطريقة الثالثة أيضا اللي راح تحافظ على كفاءة الميتوكوندريا اللي هو الاستحمام بماء بارد. هذه الطريقة راح تكون فعالة جدا بزيادة عدد الميتوكوندريا داخل الخلايا الدهنية. ومثل ما ذكرنا في فيديوهات سابقة أنه هناك نوعين من أنواع الدهون المخزنة داخل الجسم، هناك الدهون البيضاء وهي دهون عنيدة مفتقرة للميتوكوندريا، وهناك دهون بنية عالية بالميتوكوندريا. فإذا كنت حابب أنك تتخلص من الدهون البيضاء العنيدة اللي غالبا ما تكون متواجدة داخل التجويف البطني، فمهم جدا تحويل هذه الخلية الدهنية البيضاء إلى خلية دهنية بنية، فبكذا الخلية البنية تكون قادرة على حرق الدهون المتواجدة فيها. فمع الاستحمام بماء بارد راح نحقق هذا الهدف بتحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية، بكذا راح نكون قادرين أكثر على التخلص من الدهون حتى وإن كانت دهون عنيدة. مو شرط أن يكون الاستحمام بشكل يومي، فمرة إلى مرتين بالأسبوع كافية جدا لتحقيق هذا الهدف. أيضا أي عامل راح يقلل من التهابات الجسم راح يزيد من كفاءة وعمل الميتوكوندريا. فتمارين المقاومة راح تحقق هذا الهدف بتقليل التهابات الجسم وزيادة كفاءة الميتوكوندريا. أيضا الكركم ومادة الكركمين الموجودة فيها راح تحقق هذا الهدف. أيضا الحفاظ على صحة الأمعاء راح تساعدنا بشكل كبير على تقليل التهابات الجسم، فبالتالي راح نحافظ على عمل ميتوكوندريا أفضل مع تقدم السن. فللحفاظ على صحة الأمعاء وتقليل الالتهابات اللي عليك تسويه انك تمتنع على الأكلات الالتهابية مثل السكريات والنشويات المعالجة. أيضا احرص قدر الإمكان على إضافة أكلات مفيدة لصحة الأمعاء مثل الزبادي والزبادي اليوناني والكيفر ومخمرات الخضروات مثل مخمر الملفوف والكيمتشي. أيضا احرص على تناول الألياف سواء الألياف الذائبة أو الألياف الغير الذائبة مثل الخضروات أكيد بكافة أشكالها. أيضا بذور الشيا وبذور السمسم وبذور الكتار راح تساعد بشكل كبير على الحفاظ على صحة الأمعاء. أيضا شوربة العظام من الأغذية اللي راح تحافظ على الأمعاء بالتحديد على جدار الأمعاء. بكذا نكون انتهينا من هذا الفيديو. فإذا عجبك الموضوع اتمنى الضغط على زر الإعجاب، وإذا ما كنت مشترك بالقناة فيسعدني ويشرفني الاشتراك بهذه القناة، لأنه بهذه القناة نهتم أكثر بالمواضيع التي تهم خسارة الدهون واسترجاع الصحة. ويعطيكم ألف عافية.